السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بعد فترة طويلة شوية. النهاردة وصفتنا هتبقى بسلة مع اللحمة الضاني، ودي المكونات: نص كيلو بازيلا، اللحمة الضاني كيلو إلا ربع. المكونات 3 معالق زيت مع مكعب زبدة، ملح طبعا حسب الرغبة، بهارات 7، فلفل اسمر. هنعصر 3 حبات طماطم زي ما انتم شايفين، 2 كبار واحده صغيره، والبصل واحده كبيره وواحده صغيره، الفلفل الحراق حسب الرغبه، والبسله اول مره تستغربوا ان بتحط فيها توم، بس جربوا الوصفه دي هتعجبكم يا حبايبي. اول حاجه هنفرم البصله، مش هنفرمها ناعم، شويه هتبقى خشنه، والثوم مش هنفرمه مع البصلة علشان ما يمررش كتير. هفرم معاهم الفلفل الحراق حسب الرغبة، زي ما انتم شايفينه كده. هنحط 3 معالق زيت مع مكعب الزبدة على النار. بعد ما دابت الزبدة مع الزيت هننزل البصل مع الفلفل اللي ضربناه في الخلاط، مش ناعم قوي، وسط. هنستنى لما البصلة تدبل شوية وبعدين نحط اللحمة يا حبايبي. بعد ما دبلت البصلة وحمرناها شوية مع الفلفل، حطينا اللحمة تتشوح معاها وتاخد لون، وبعد كده هنشوف هنعمل الخطوة التانية. هنعصر الطماطم بعد ما حطينا البسلة تتبل مع اللحمة، هنعصر لها الطماطم. نعصر مع الطماطم 3 حبايات توم حسب رغبتكم، إذا حابين تحطوا فيها توم حطوا، مش حابين براحتكم، بس التوم بيديها نكهة شوية حلوة. هنحط كوباية مية وكوباية الصلصة، زي ما انتم شايفين كده. هنحطهم على البسلة. بعد ما حطينا البسلة مع اللحمة وخدت النكهة بتاعتها، وعصرنا الطماطم مع الصلصة والثوم، هنحطها تغلي غلوتين مع البسلة، وبعدين نحطها في البرام. انا مشغله الفرن قبليها بنص ساعه علشان على طول يستوي البرام. بس يطلع البرام من الفرن هنشوفه مع بعض ازاي. دي حبايبي بعد ما غليت زي ما قلنا تغليها غلوتين، هنحط عليها البهارات 7 بهارات، الفلفل الاسمر، الملح حسب الرغبه. هنقلبها تقلبتين كده ونحطها في الفرن. اذا ما فيش غطا للبرام ممكن نحط ورق سيلفر. زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها في الفرن، ولما تطلع من الفرن هنشوفها مع بعض. ده حبايبي طاجن البسله بعد ما طلع من الفرن، شايفين جماله، والريحه مش قادره اوصفها لكم. لو الريحه كده الطعم هيبقى ازاي. شايفين تسبيكه البسله واللحمه، شايفين الجمال، شايفين، والرز بشعريه بقى وحلاوته، شايفين. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وشكرا لكل شخص اشترك معايا في القناه، وجربوا وصفتي وانتوا تحبوها موت.